عبر الكوميدي أسامة رمزي عن فخره الكبير بمشاركته في الفيلم السينمائي زعزوع، وذلك عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام. وقال أسامة في تعليقه: أعتبر أنني خضت تجربة إنسانية قبل أن تكون فنية. جمعنا الفيلم وكانت النتيجة صداقة أعتز بها، وأؤمن بأن هذه مجرد بداية لأشياء كثيرة قادمة بإذن الله. وبدأ عرض الفيلم الكوميدي الزعزوع في 6 من نوفمبر. يشارك في الفيلم مجموعة من النجوم، من بينهم الفنان عبد الله ديدان في دور الحاج المكي، الفنان محمد باسو في دور جوهر، الفنان زبير هلال في دور شخصية فراجي، الفنان أسامة البسطاوي في دور موسى، والفنانة كريمة غيث في دور جوديا، بينما يجسد شخصية زعزوع الفنان أسامة رمزي. قام بإخراج الفيلم المخرج ربيع شجيد، فيما كتب السيناريو الكوميدي محمد باسو. يسعى محمد باسو من خلال هذا العمل السينمائي إلى تقديم قصة تستعرض جوانب من الحياة الاجتماعية المغربية، معتمداً على أسلوب كوميدي ساخر ممزوج بدراما تعكس الواقع بطريقة مشوقة. يحكي الفيلم قصة صديقين يقرران الانطلاق في رحلة من منطقة تامكروت نحو مدينة زاكورا بهدف تحسين ظروف حياتهما. تتخلل هذه الرحلة العديد من المواقف الطريفة والمفارقات التي تعرض قضايا اجتماعية مثل الفقر والبطالة والمعتقدات الشعبية المتعلقة بالشعوذة واستخراج الكنوز، وهي مواضيع تعكس التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي. كما تتطرق القصة إلى قضية الطفلة نعيمة التي أثارت الرأي العام المغربي في وقت سابق. إضافة إلى ذلك، يسعى باسو إلى إبراز غنى التراث الثقافي والجغرافي لمدينة زاكورا ومحيطها، معرفاً الجمهور بجماليات المنطقة وتنوعها الإنساني.